إيه، آه. حدثني محمد بن رافع حدثنا سريج حدثنا فليون حدثني محمد بن حسين بن ابراهيم قال حدثني ابي حدثنا فليون بن سليمان عن نافع بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنارات وحلق راسه بالحديبيه وقعداهم على ان يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم الا سيوفا ولا يقيم بها الا ما احبوا. دوبا أما سكتا وربو إلا ما أحبوا وان سام فدمله هو مجمل بينه في حديث البراء يترجل كتوتا هو مجمل بينه في حديث البراء أنهم اتفقوا على 3 أيام والنسان جالت الزنق يا سدي هو مجمل بينه في حديث البراء أنهم اتفقوا على 3 أيام حديث بيروتين أقوال الابن في أكاسي جميقونا ويا صديق جو أما ويا صديق جو سو مبيني خم مجملي مبين قوم ردال قولا مجملي مبيني الدور فما بيها تلاف جتنين جل كتب النجم نساء كست آية فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان سالها فلما نقام بها 3 امروه ان يخرج فخرج. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير بن منصور مجاهد قال دخلت انا وعروه بن الزبير المسجد فاذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس الى حجره عائشه ثم قال كم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 داون في رجب ثم سمعنا استنان عائشه قال عروه سواكتشو عائشه دغيني جمنا خيسا قال عروه يا ام المؤمنين الا تسمعين ما يقول ابو عبد الرحمن ان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر 4 عمر فقالت ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمره الا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن اسماعيل بن ابي خالد سمع ابن ابي اوفى يقول لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلمان المشركين ومنهم ان يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من مشرك الرئيس جتان لئلا يؤذوا تقاو خشيه ان يؤذوا بالغدا رسول الله كنكو صدادا وجه كسر راسه الرجال. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد هو ابن زيد بن ايوب عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم وفده وعنتهم ما يثربا وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرموا الاشواطا. دوب جماعتكو ليتا مدينه خنسان لا ففتي سنه فاجن اما رسول الله يسري بن جينا جيدورك أما كان يقول عبد الله المباز تنتبه لوركا رسول الله لوركا سني وجي ولنكبدوه وردا ولنقوت ويخن ونجانتاته أكنا جنان. وإنما ذكر ابن عباس ذلك حكاية الكلام المشركين حكاية هذا في كلام المشركة ودي سورة دبة ملي لوركا سن كيس سينو قلنا رسول الله يسرب جتني يامن أجي إجرا رسول إن كلفوا بكثنا يوجن. وإنما ذكر ابن عباس ذلك حكاية للكلام المشركين جنة جل كتبنا آية. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا الأشواط 3 وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنع وأن يأمرهم أن يرموا الأشواط كلها إلا ليبقى عليهم. قال عبد الله وزاد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير بن عباس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمنا رسول الله يقوم بفجأة متى الذي أمن نزلوا استأمنا خن نجي خيسة سعيد دخل في الأمان نجي أمتى ساخ نجي خيسة سيقوم بفجأة تلا عيد دخل في الأمان بالغدا قال نبي ربي نجان ارملوا يا جنين ليرى المشركون قوتهم والمشركون من قبلك وعيكعانا أراكيك عن جلن جلسان. حدثني محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركون قوته. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حدثنا ايوب بن كلمة عن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسيفه. وزاد بن اسحاق وزاد ابن اسحاق حدثني ابن ابي نجي وابا بن سالم ومجاهد بن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء. باب غزوة موتة من ارض الشام. لولا شام دچي شامر لولا موتة رسول الله نوتي دبتني له. حدثنا احمد حدثنا ابن وهب عن عمرو عن ابن ابي هلال قال موتة كائنة من ارض الشام جبر غدو
تكاو مني تنمانا في قولي في أرض الشام قولي آيام حدثنا احمد حدثنا ابن وهب بن عمرو عن ابن ابي هلال قال اخبرني نافع ان ابن عمر اخبر وانه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره يعني في ظهره. أدوات تجي دمو دوروني لا اخبرنا ما سامي لا آيام اخبرنا احمد بن ابي بكر حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة موتة زيد بن حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قتل زيد فجعفر وان قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قلنا دنيم ولا داول يقول جنان آيام قال عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جابر بن ابي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده بدعوة سين من طعنة ورمية. حدثنا احمد بن واقد حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن وحيد بن هلال عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيد وجعفر وابن رواحة للناس قبل ان ياتيهم خبرهم فقال اخذ الراية زيد فاصيب ثم اخذ جعفر فاصيب ثم اخذ ابن رواحة فاصيب وعيناه تذرفان حتى اخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يا ابن سعيد قال اخبرتني عمرة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء قاتل بن حارثة وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه فيه الحزن. قالت عائشة وانا اطلع من سائر الباب. على أني سقي سبكمون لما جعله الله فيه من الرحمة رحمة ربي لسقي سقدرة ولا ينافي ذلك الرضا بالقضاء. قلت ربي جالتشون نجرا أكمل جالتشون أبي أدي تعايق ونجان تاتي أما يعني المنا مارا ملتشو مصيبة نبوتو كمي صبراتو رامباسو جنان جالتاتو رامباسو جنان يو قلبين سوا سنو خجراتو تات قلبين سوا ربين جو رغوم سر رجرات يعني كاما سار راملتشون فولي قراچمون صبراتو رامباسو جنة الرادي بمنجان. قالت عائشة وانا اطلع من سائر الباب أولاتين إيجت تعني من شك الباب فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاهن فأمر وينهاهن قال فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن وذكر أنه لم يطعنه قال فأمر أيضا فذهب ثم أتى فقال والله لقد خلبننا فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فحسوا في أفواههن من التراب. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك فوالله ما أنت تفعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنائي. تبت يرخو سابيوتا أكمل جيش رسول الله إساني قبولا بيون ونجان قابت المقتل نقابتا أكنا جنان ترى مدراتو لوركا دان انسر عليه ابن ميتي لا أماز ناين تندران تنزير را خاطر وتتبوياتون قابت حلال ترت حلال را ناو تنزيد تات أجمودو ديمتو حرام الناس انت قابتو انت الانديمي ورسمي خفا لجئيني وجيبوي جنين سنو لور كاملان جلاو القرطي سنتون نا حلال الراقاتت نا التنزين نا التحريم كفت يجو تنا جريكو بقبا تنا بقوسو خرسول ليو ساجيرو سودبن انك قربانو قسجي تديبوت حملنا الأمر على التنزيه فتمادينا على ما هن فيه أو لأنهن لشدة المصيبة لم يقدرن على ترك البكاء أكان جنة رادي بمنجن آية وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء رسول الله يقول لك كيف تجتين. حدثني محمد بن ابي بكر حدثنا عمر بن علي عن اسماعيل بن ابي خالد عن عامر قال كان ابن عمر اذا حي ابن جعفر اذا حي ابن جعفر سلامته قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين أكان جان جعفر بن ابي طالب غافتو لو لجرو باندرا كبركا harka mirgaa kana gurra murani bitaan fudhate bitaan gufratu maas khanarra muran akkasas jala qabate lala rabbi sunii fi jannata keessatti goflaa lama godheef جعل الله له جناحين يطير بهما في الجنة جنة خيس خبر الرول لا سناب عبد الله المؤمر مجايسات يا المصاحبة قبل لميني جان آيان حدثنا ابراهيم حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس بن ابي عازب قال سمعت خالد بن وليد يقول لقد انقطعت في يدي يوم موتة 9 ثياب فما بقي في يدي الا سفيحة يمانية تيمن تكبيتشان نار كافيجي
حدثني محمد بن مسنى حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني كيس قال سمعت خالد بن وليد يقول لقد دك في يدي دوغار كخي خيسن چبتجي يوم موتة تسعة وزياف سيفي وصبرت سقل. في يدي وصبرت نعفتجي لحكاه قيستي صفيحة لي يمانية تبي من يفتك بكان أركا فيجي. حدثني عمران بن ميسرة حدثنا معاذ بن فضيل بن حسين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرته تبكي واجب لا ويا غارخو وكذا وكذا تعدد عليه إسر فقال لكاو حين سنت. أفاق فقال ما الجنين حين أفاق أبونا وياي ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك أتكنا يونا نجم لا أتواتك جن جنين أتكنا يونا نجم على سبيل الإيذاء أنقص بالغدو خرانا چنكين سارت وصي سكتاتو بنتين على سبيل الإيذاء. آية حدثنا قتيبة حدثنا عبسر بن حسين الشعبي عن النعمان بن بشير قال أغمي على عبد الله بن رواحة بهذا بما ذكر في الحديث الماضي جنان دمير دي بيجرا جل عليه. فلما مات لم تبكي عليه باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن زيد الى الحرقات من جهينة. حدثنا عمرو بن محمد حدثنا وشيء من اخبرنا حسين اخبرنا ابو ذبيان قال سمعت ثابت بن زيد رضي الله عنه ما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحرقات فسبحنا القوم فعزمناهم ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا اله الا الله فكفى الانصاري فتعنته برمي حتى قتلته فلما قدم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله وقلت كان متعوذا فما زال يكرر حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث لولا ترباجي روايا قليل لولا سقلي جت لولا سقلي جت يو سقل تجت محفوظات آتے دوبة متلقى فلعله أدى غزوة وادي القرى التي وقعت عقب خيبرة وأدى أيضا عمرة القضاء لما لولا وادي القرى ولولا خيبر أبودا عمرة القضاء ماس لولا لكايتي تربان سنر رخايسير ويانسن سقل جت أمو تربة جتو جرى لمن كان لك تلولي جبامتي. آية وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة. وقال عمرو بن حفص بن غياث حدثني أبي عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعث 9 غزوات علينا مرة أبو بكر ومرة أسامة. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا. حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا أحمد بن سعيد ما جته ابن حارثة جته الماء حارثة لكن المناسبة للسياق أن المراد به أسامة المزيد الماء حارثة ملا زيد فكتلت لكن المناسبة للسياق أن المراد به أسامة بن زيد بن حارثة جتو لما الماء حارثة جبر والله أعلم. ولعل وجه الإبهام مخالفته بقية رواة الباب في تعيين أسامة وهذا طريق آخر في حديث سلامة رضي الله عنه. آية حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا احمد بن مسعود عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات فذكر خيبر والحديبية ويوم هنين ويوم القرادي قال يزيد ونسيت بقيتهم. جرخان الرام فديجي باب غزوة الفتح وما بعث حاطب بن ابي بلتعة الى اهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال اخبرني الحسن بن محمد انه سمع عبيد الله بن ابي رافع يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تاتوا روضة خاخ فان بها ضعينة معها كتاب فخذوا منها. سارة جنين مكاسين تلسن قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى اتينا الروضة فاذا نحن بالزعينة قلنا لا اخرج الكتاب قالت ما معي كتاب فقلنا لا تخرجن الكتاب او لنلقين الثياب قال فاخرجته من عكاسها ناسي حساب افتي
رواية مدي خيسابة افتجتو أكنا جمي قونا جن ركناني مدي خيسابة افتي ناسي جل خيس أكسل ناسي جل أبافتي ينبود فأتينا أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من آتي بن أبي بلتة إلى ناس من مكة من المشركين يخبرون ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ماذا قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت أمرا ملصقا أنما قو سقلين تيجي ملصقا إيه حليفا جاء بصرا نما قو سقل يتنين في قريش يقول كنت حليفا إيه كان جاء ولم أكن من أنفسها وقد فسره بقولي يقول حليفا لا كنا وقد فسره بقولي يقول كنت حليفا جيتشون فسريا وقد فسره بقولي يقول كنت حليفا فسري ولم أكن من أنفسها وكان من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أنا أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي ولما فعلوا ارتدادا عن ديني ولا ردا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إنه قد صدقكم فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه قد شهد بدر وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فأنزل الله السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى قوله فقد ضل سواء السبيل باب غزوة الفتح في رمضان حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني وكيل بن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان قال وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك اسمع كان جون دقيقي وعن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما قال سام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ القديد الماء الذي بين قديد وعصفان أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر hanga baatiin baatotti hijan amma guyyaa kudha jaha riwaayaan jetti guyyaa kudha saddeeti warri jehuus ni jira guyyaa kudha lama akka jehuus ni jira amma hedduu riwaayaan bakka tana jammii wal goote muwaaladaa wal goote jammii isaa hunda dubbatee jira abbaan kitaabana حدثني محمود أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000 وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة فسار هو ومعه أما سديتي في جنار رجع روايان تكمو أما التربة في جنار رجت تكجت تجرى سنيز لكو إسامتا أنا خيستي والنبي جرى ملي موردا ولنقوت جنان ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ القديد وهو ماء بين عصفان وقديد أفطر وأفطر قال الزهري وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر تنمر أبوذاك بچون قد مجي حدثني عياش بن الوليد حدثنا عبد الله على حدثنا خالد بن كلمة بن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر فلما استوى على راحلته دعا بناء من لبن أو ماء فودع على راحته أو ينشق من الرأي قد فودعه على راحته أو على راحلته ثم نزل إلى الناس فقال المفطرون للصوام أفطروا حقنا جنين وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن كلمة بن عباس رضي الله عنه ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وقال حماد بن زيد عن أيوب عن كلمة بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس بن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عصفان ثم دعا بنا من ماء فشرب نهارا ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة قال وكان ابن عباس يقول سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر